السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله بقاوكم على خير وبخير. دابا اليوم ان شاء الله جبنا لكم هذا الفيديو جديد ديال الغسول، الطريقه التقليديه اللي كانوا كيديروها والدينا. دابا هذا هو هنا الغسول، راه شريناه هذه شي 15 يوم، حنا كنيبسوه في الشمس، كنشريوه طوب كبير، وملي كيبدا يبس كيبدا يتفرتت على هذا الشكل هذا هكا. المهم هو كيبس وانتم كتفرتوه، وهو كيبس حتى كيبدا يتفرتت لكم على هذا الشكل. ماشي غير تجيبوه من عند مولاه ديروه تسقيوه وتصاوبوه، لا، خليوه 15 يوم. الا كانت الشمس حاره 15 يوم، كانت الشمس بارده راه حتى 20 يوم شهر عاد كيبس، كيجي فازك. دابا هاد الكميه راه عندنا كبيره، هذه ها هي هذه اللي كاينه. دابا غندور نرجع نوريكم الاعشاب باش غادي يتسيق هذا الغسول. دابا الاعشاب ديالنا هي هذه اللي غنسيقوا بها الغسول. هادو هما الاعشاب ديالو الحقيقيين، هادو هما الاعشاب اللي كيداروا فيهم اعشاب بلديين طريين. مهم كنيبسوهم او كنجيبوهم يابسين من عند مولاهم، كنقيوهم لا فيهم شي حجر لا فيهم شي حاجه. وهاد العويدات اللي تيكونوا فيهم راه حنا ما تنحيدوهمش، هاد العويدات اللي كتشوفوا راه ديالهم، هادوك عواد ديالهم ماشي. دابا هادو هما الاعشاب. انا غادي نقول لكم شنو هما هاد الاعشاب. هذا الريحان، هذا العرعار، هذا السنبل، هذا اللزاز، الخزامه البلديه الفاسيه. هذه الخزامه الفاسيه اللي كتكون هكا موف، ما تشريوش ديك اللي رايمه البيوضه، شريو هذه اللي موف. ها نتوما كتبان لكم في الشاشه على هذا الشكل. وهذا ورق السدر، هذا البابونج البلدي، ها نتوما كيجي على هذا الشكل يابس، او اللي عنده في البلاصه اللي كاين فيها كيتباع خضر يشريه ويبسو. هذا الورد البلدي، هذا الورد اللي هكا مسدود على هذا الشكل، كتكون فيه الريحه وكيكون اللون ديالو عاطل الغوز جديد. وهما هادو المكونات باش غادي يكون ان شاء الله داك الغسول. وحنا معكم في المراحل اللي غادي يطيب الماء، حنا دايرينو كيطيب باش غادي نوريكم كيفاش الطريقه. بالنسبه للكميه ديال هاد الاعشاب انا غنعطيكم شحال باش ان شاء الله الا بغيتو ديروه غادي ديروه، ما تخافوا ما حتى شي حاجه، ديروه نتوما عارفين شنو كيكون فيه. دابا هنا عندنا رابعه، هذه رابعه هنايا كبيره، هذه رابعه كبيره هنا، هذا رابعه، هذا رابعه، خزامه رابعه، ورق السدر رابعه، وهذا رابعه ديال البابونج. الورد ديروا له رابعه صغيره، حيت الورد غالي كيدير 6000 ريال الكيلو، غادي ديروا رابعه صغيره كافياكم. هادشي دابا اللي كاين. غنوريكم الكميه عاوتاني ديال الغسول شحال. هذا الغسول دابا عندنا هنا 8 كيلو ديال الغسول. راهو حنا كنشريو ديك 8 كيلو كنشريو فيها بزاف، كتقولوا راه غادي تعطي، ولكن ملي كيتصاوب ويتسيق ويتقاد راه كيكون فيه الحجر، كيكون فيه شقوفات الدجاج في قلب الغسول. هانتوما ان شاء الله غتتابعوا معنا وغتشوفونا كيفاش غنصاوبوه. ملي كيبس نهار على نهار على نهار كما قلت لكم المده كيقلال، كيولي على هذا الحجم هذا تقريبا. الا كانت عندك 7 كيلو كتبقى 8 كيلو، كتبقى عندك 7 كيلو 6 كيلو ونص. داك الماء اللي كيكون فيه كله كيبس، كيولي حجر هكا، حجر قاصح صافي هكا. عاد نقولوا غادي نخدموه مني يبس، ما تبقاش ديك الفزاق عنده هنا. دابا كاين اللي ما عارفش، الله يحسن العوان، حنا دابا كنوريو اللي ما عارفينش، كتكون عنده ديك الفزاق هنا، هذاك عرفوه باقي ما يبس. ملي كنقطعوه ولقاوه هكا ما كيبغيش يتهرس لينا كنعرفوه يبس صافي هكا، كنعرفوه يبس. هي ما كاين لا فزوقيه لا والو، وان شاء الله حنا معكم في المراحل. من بعد ما درنا الطنجره غلات ديال الماء، لان خصنا ملي نديروا الاعشاب يكون الماء غليان. دابا غنبداو ان شاء الله نضيفوا شويه بشويه لهذا الشكل. حنا كنزيدوا الاعشاب شي فوق شي مع الورد. ها هو هاد الاعشاب راهم ناقيين مصاوبين، هاد الشيء غير الزريعه ديالهم اللي كتبقى في التالي، غير زريعه الاعشاب. دابا هادي عاد غنردوها عاوتاني تغلي باش داك الاعشاب كيطلق في هذا في الماء. حنا درنا واحد الربعه ديال الحبيبات ديال القرنفل باش كيعطي واحد الريحه زوينه في الغسول.
صافي حنا درنا على هذا الشكل، غادي نردوها تغلي وان شاء الله ملي غادي نبغيو نضيفوها على الغاسول غادي تشوفوا معنا كيفاش غادي نديروا لها. من بعد ما وريناكم دوك الاعشاب درناهم في هاد الطنجره ديال التوفار ولا طنجره كبيره تكون، مهم فين يغليو. دابا نتوما على هاد الشكل كيجيو وراه ريحتهم تبارك الله غزاله، ها الورد كلشي هنايا. دابا صافي غادي ندوزو باش نرطبوا الغاسول ان شاء الله. دابا حنا ها نطبخوا هنا في هاد الكسكاس وراه سخون، بقاو غير بشويه هانتوما كتشوفوا كيفاش داير. يا هو على هاد الشكل هكا كنهزو هاد الكسكاس هكا وكنبقاو نديرو له هكا باش كيهبط داك الماء ديال الاعشاب. وكنزيدو هادشي راه ما غاديش يقد، حنا غادي نزيدو عاوتاني مرحله اخرى ديال السقوه، هذا ماشي غير هي اللي غتقد. حنا عاوتاني غنزيدو هادشي راه طايب، بداو تحضيو راسكم ملي تجيو تكبوا. الله يسر راه صعيبه هاد العافيه هكا المسقون. دابا عاوتاني ها على هاد الشكل هكا ها وتيبغي هانتوما كيجي على هاد الشكل هكا وراه غادي نزيدو كما قلت لكم راه ما كيكفيش داكشي، حيت تبارك الله هذه كميه كبيره. احنا عاوتاني غنديرو ماء واحد اخر وغنزيدو الماء وغنشعلو عاوتاني البوطه وغادي نردوه باش يجينا زوين ويجينا فازك مزيان باش يتخدم لنا بسهوله. هو دابا على هذا الشكل وهذا راه غيبات، غنخليوه حتى الغدا ان شاء الله وغادي نخدمو وغادي نشوفوكم تشوفونا ان شاء الله كيفاش غنديروا له. من بعد ما بيتنا هاد الغاسول فازك كيوريناكم تزقناه بالاعشاب اللي وريناكم شفتوهم. دابا كيجي هو التصواب ديالو على هاد الطريقه. كنديروا الغربال، هاد الغربال هذا كيكون عينيه رقاق ماشي داك اللي عينيه كبار باش ما يطيح لكمش شي دوك الحجيرات رقاق، ما يطيح لكمش لا كانت فيه شي وسخه ولا شي حاجه شي ورقه شي حاجه ولا هذا ما خصوش طيح، كلشي يبقى هنايا. راه كاينين الغرابه اللي عينيهم غلاض ما ديروهمش بحال اللي كنصيروا بهم الزرع، هذوك ما ديروش، ديروا اللي عينيهم رقاق وكديروا هنايا على ظهر الغربال ماشي على الداقلاني ديال على الظهر ديال، تبقاو تحكوا بحال هكا هكا. هانتوما الا شفتوا راه كيبقى داك الشيء من الفوق، هاو كيكونوا فيه طريفه الدجاج في قلبه، في قلب هذه ديالو، في قلب الحجره ديالو، ماشي مع زعما طايحين في قلبهم، في قلب الشكل هذا كيكون باقيات كيكون فيه الدجاج وحجيرات هكا تراب ولا عطا الله ما يكون فيه، لان هذا اصله تراب اصله حجر. هانتوما كي كيجي على هذا الشكل وغادي نبقاو نحكو فوق الغربال على الظهر ديالو هكا، وغادي نبقاو نزيدو شويه د الماء الاعشاب. وهو ملي كيبات كيجي على هذا الشكل، شو تبارك الله كي كيجي. هو راه تيبغي شي حاجه تكون واسعه، حيت دابا هذا البانيو حنا دايرينه واسع باش كيبزك كامل، ماشي اللي تهزي تلقاي الطوب من تحت باقي هكا صحيح، تلقاي بحال الحرير كيكون. ها شو تبارك الله كي داير. وديما ملي تمشيو تشريو الغاسول خذوا الكحل، ما تاخذوش البيض. الكحل كيجي زوين فيه واحد بحال الجيلاتين فيه، هذاك باش تعرفوا الغاسول مزيان. وها هو دابا غادي نعاودو نديرو قدامكم شويه، ديروا غير بشويه بشويه باش ما يتكرفسش، ما تكرفسوش شي حاجتكم، غير بشويه بشويه هكا. ثم خصو تاسع الخاطر شويه، كيبغي الخاطر. وإلا شفتو بقى لكم في ظهر الغربال هكا غادي تزيدوا شويه ديال الماء ديال داك السقا اللي سقينا به البارح وتحكوا بحال هكا هكا تيبغي شويه د الخاطر. ها نتوما دابا غنوري لكم كيفاش كيجي. ها هو هذا، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي ومازال غادي يتخدم. دابا حنا عاد كنطفيو من الحجر وداك، وحنا معاكم ان شاء الله، وتابعونا الفيديو ديالنا تابعوه. هاد الماء اللي درنا البارح الاعشاب اللي تزقنا به الغاسول خلينا شويه باش كنديروه هنايا في الغربال. هانتوما راه كيكون فيه شقوفه ديال الدجاج، ها هما الطروفه ديال الدجاج، المهم ردوا بالكم مزيان. ها هو كنديروا شويه باش ما كيبقاش هاد الحص اللي كيبقى هنا، كنديروا له شي شويه باش كيهبط. المهم نتوما كتشوفوا عينيكم ميزانكم.
الا هبط بلا ما ديروا هادي راه مزيان. بقى حاصل لكم الغسول هنا غديروا له شويه تفزقوه باش كيعطيكم الطوع باش تهبطوه باش كيهبط لكم من تحت هكا. هادو راه الاعشاب اللي طبخناه باش درنا سقيناه، تخافوش منهم، زوينين عاطين واحد الريحه زوينه. صافي وكنبقاو هكا حتى كنساليو، وغنوريكم ان شاء الله عاوتاني المرحله الثانيه كيفاش غنديروا له. دابا راه كيجي على هذا الشكل، شوفوا تبارك الله كي كيجي كالحرير. ها واخا كنديروا له ديك الطريقه ديال الغربال، كنحكوه في الغربال، كنوليو نحكوه بيدينا بحال هكا. ها 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 بحال اللي دايرين له مولينكس، بحال اللي كنخدموه في مولينكس. ضروري من هذه المرحله هذه. ها تبارك الله هكا باش كيجي على هذه الطريقه هذه، وهذا هو الغسول الحقيقي. راه كاين شي وحدين كيفزقوه غير بالماء ويديروه في السطح ويقول لك هذا الورد، هذا الغسول، هذا هو الغسول الحقيقي. شو تبارك الله كي كيجي. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه وتشوفوا الطريقه ديالو الصحيحه وتبقاو ديروه حتى نتوما في ديوركم، حتى حاجه ما صعيبه. دابا الغسول اللي صوبنا اللي سيقنا راه الفيديو كل شيء. دابا كيجي على هذا الشكل ملي كيبس. احنا كنديروه زعما اي حاجه بغيتوها ديروه غير شويه هكا. لا بغيتو تزيدوا معاه شويه الدانون اللوجاه ولا شي حاجه فيه اعشاب طبيعيه. دابا كيجي على هذا الشكل، وان شاء الله يعجبكم هذا الشيء اللي كنديرو ودعمونا. وباقي ان شاء الله نزيدوكم فيديوهات مزيانين، فيديوهات هادشي تقليدي.